سؤال رقم 1. بالليل إذا كانت الدراجة محملة من الواجب التأكد من ضبط الأضواء. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 2. مسافة الفرملة كتتعلق بوزن الدراجة. الجواب 1. مهارة السائق. الجواب 2. وقت رد الفعل. الجواب 3. حالة الفرملة. الجواب 4. سؤال رقم 3. توازن سيء لمقدار الفرملة ديال الكابح ديال القدام وديال الخلف كيمكن يتسبب في تثبيت العجلات. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 4. الوضعية الجيدة للسياقة كتجلى في أيدي متنية. الجواب 1. الساق والركبة مشدودتان مزيان بالخزان. الجواب 2. القدم مشدود مزيان. الجواب 3. سؤال رقم 5. للحد من القوة النابذة من الواجب على صاحب الدراجة النارية يميل الدراجة في اتجاه داخل المنعرج. الجواب 1. يزيد في السرعة داخل المنعرج. الجواب 2. ينقص من السرعة داخل المنعرج. الجواب 3. سؤال رقم 6. حركة السير بطيئة في الصف اللي كانت واجد فيه. يمكن لي نمشي بين زوج صفوف من السيارات. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السؤال رقم 7. في منعرج وضعية سيئة للراكب الخلفي للدراجة يمكن تسبب في انزلاق الدراجة. الجواب 1. في تلف النوابض. الجواب 2. من الواجب على الراكب الخلفي ياخذ نفس وضعيات السائق. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. سؤال رقم 8. كتمكن الأحذية من حماية القدم والساق من البرد. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. من الحروق الناتجة عن جهاز انفلات الغازات. نعم الجواب 3، لا الجواب 4.
السؤال رقم 9. في وقت ممطر خطر الانزلاق أو السقوط كيصبح أكبر فوق الخطوط المرسومة على الأرض. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. فوق سدادات على الأرض. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. سؤال رقم 10. على مسافة طويلة التعب تيجي بسرعة أكبر عند سياقة سيارة. الجواب 1، أو دراجة نارية. الجواب 2. السؤال رقم 11. لسياقة دراجة نارية هاد الوضعية ديال القدم مزيانة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 12. بالليل قبل الانطلاق من الواجب التأكد من ضبط واستعمال الأضواء. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. ارتداء لباس خافق. نعم الجواب 3، لا الجواب 4.